وصورة. أنا الوحيد في مصر اللي عملت هذا العمل، وممكن في العالم كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. معلش يا جماعة لسه بعلف للعجول، فتحياتي لكم أخوكم حسن الفار داخل مصر وخارج مصر. ألف شكر يا جماعة على الكلام الطيب الجميل اللي انتوا قلتوه في حقي، هذا كله فضل من الله عز وجل. دايما يا جماعة في بداية حياتك انت لازم بتسعى وتجتهد، والله عز وجل هيكافئك في الآخر. الله عز وجل هو اللي بيكافئك. فانت النهارده انا بحب مجال تسمين العجول، بحب المشيه، بحب العمل، عشان اما اعمل الله عز وجل يكافئني فيه ويرضيني فيه. حب ما تعمل. فنيجي بقى الحته الجميله الحلوه الجميله بفضل الله، ان بفضل الله عز وجل انا لما كنت في اول ما بدات في الفيديوهات، او اول ما بدات انصح بفضل الله عز وجل، فكنت اقول يا جماعه بفضل الله معدلات التحويل، يا جماعه تجلبه العلف، يا جماعه حط ملح، يا جماعه حط بريمكسات، يا جماعه الميه تنضيف تحت البهايم، يا جماعه حرام عليك ما تسيبش البهايم يناموا كل يوم في الارض السجعه، يا جماعه الشتاء عليك بخرطوم الميه، يا جماعه اهم حاجه الصيف وتحسينات الصيف، يا جماعه الحراره الشديده، يا جماعه ما تتجلش علف في الصيف، ما تزودش علف على البهيم، علفتك زي ما هي، ما تزودش الماده المالئه، ما تزودش الاعلاف بطريقه غريبه عشان البهيم ما يسيلش منك. يا جماعه خلي بالكم من البوز اللي زانك حوالين العجل، من البوز اللي زانك حوالين رقبه العجل. يا جماعه نفس العجل ركز عليه، يا جماعه الكرش احنا شغالين عليه، يا جماعه روح العجل، رجلين العجل، حياه العجل انت متابعها ولا لا؟ العجل ده انت واخد بالك منه بياكل ولا ما بياكلش؟ يا جماعة خلي بالكم من كل حاجة. يا جماعة خلي الدكتور اللي معاك يكون دكتور كويس، كل التحصينات كويسة. خلي بالك ما تستهزاش بجزاز الدواء، ما تستهزاش بشوية ملح، ما تستهزاش بأي حاجة. انت روحك هي العجل، عينك هي العجل، انت رقم واحد هو علاجك في العجل، يعني انت رقم واحد في العجل. لما كنت اقول في كل فيديو كده كانت الناس تضحك عليا، يا جماعة شوية البطاطا، يا جماعة شوية البرسيم الحجازي، الحاجات دي هتساعدنا، شويه الخميره يا جماعه هيساعدونا، كل ديت وغيره 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 وغيره. كانت الناس بتضحك عليا، كانت الناس بتعلق عليا وتقول لي انت رغاي، انت كلامك كتير. كان في ناس كتير الله عز وجل كان مانن عليها وكانت ثابته على الثبات، ان هي دايما بتدعم، دايما بتقول ربنا يقويك، دايما بتقول صلي على النبي، دايما بتقول لي انت راجل كويس ووشك سمع، دايما كلام كان حلو. بس كان في جزئيه بسيطه بفضل الله عز وجل، الحمد لله يا رب، ان انا بفضل الله عز وجل على مدار الفتره دي كلها بفضل الله عديت 500,000 وشويه كبار خالص ساعات مشاهده. يعني بفضل الله عز وجل انا جربت على 1,000,000 مشاهده على القناه، تخيل 1,000,000 ساعه مشاهدات. ارقام يا جماعه بفضل الله ارقام كبيره، ناس من داخل مصر ومن خارج مصر كتير بتكلمك، هذا كله بفضل الله عز وجل. لما يطلع عندك 3 4 5، يعني لما يطلع عندك 3 4 5 هم اللي بيقولوا لك انت رغاي بتاع ده سهل، لان انا عارف نفسي بحب اشرح كل تفصيله وكل حاجه. فلما كنت اقول لك في الحاجات دي في ناس كانت مكبر دماغها يا عم. لما جيت بقى في الاخر بفضل الله الحصاد، كانت في ناس تقول لي في الفيديو فين البهايم، فين العجول، فين الاكل، ورينا بهايمك، مدار البهايم ليه، مدار العلف ليه، قول لنا اشتريت بكام، قول لنا بعت بكام، انت مداري علينا كل حاجه ليه، طلع كل حاجتك انت. كانت في ناس دايما مسرعه القرار. يعني في واحد في سؤال اخ جميل ما شاء الله عليه ربنا يحفظه يا رب، بيقول لي يا عم حسن البهايم دي عمرها قد ايه، وجبتها بكام، وهم كام بهيم، وبيوكلوا كام، وبيصرفوا ايه، وانت جبتهم بكام وبعتهم كام، وهم عمرهم كام دلوقتي، ومعدلات التحويل كام. قال جميع مشروع العجول في تعليق ومستنى الرد. لما انت ما تردش عليه الناس اللي هتسمع التعليق ده وتتابع، في ناس بتتابع التعليقات دي فتره كبيره تمام، هيرد عليك هيقولوا على ان انا منافق، انا راجل ما بردش على اسئله، ان انا راجل وحش، انا راجل كذا 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 كذا. نفسي اقدم لك كل حاجه. لما جيت بقى في الاخر بفضل الله عز وجل، اللهم صل على سيدنا النبي. طبعا يا جماعه في تاريخ تسمين العجول وفي تاريخ هذه الشغلانه وجميع الفيديوهات اللي شفتها في حياتي كلها، مفيش حد الا انا بفضل الله عز وجل هو اول واحد بفضل الله يجيب البيع بتاعه ويجيب العجول بتاعته ويجيب علفه واكله وشربه وميته ومصروفه ويعرضها على الناس صوت وصوره. انا الوحيد في مصر اللي عملت هذا العمل، وممكن في العالم كله، لانه قلت لك بفضل الله الارقام القياسيه دي كلها هتتكسر
كانت الناس بتقول ده راجل بياخد ترندات وراجل بياخد اللقطه. قلت لك بفضل الله هنبدا حلم جديد مع بعض. الناس كانت بتقول ده راجل بيالف، ده بيشتغل نفسه، ده رغاي، ده. بفضل الله عز وجل قدمت لك فيديو في كل تفصيله وكل صغيره وكل كبيره بفضل الله عز وجل. بقدم لك الحاجه. يعني في ناس ممكن تزعل مني ان انا قدمت التجاره بيني وبينهم او الشغل، فسامحوني يا جماعه انتوا اخواتي، لكن احنا عايزين نقدم مصداقيه للناس عز وجل، للناس، ويكون ده هذا العمل ده لله عز وجل. فانا بفضل الله لسه ليا كماله، لسه ليا كماله. الفيديو ده والمشروع ده لسه انا ما قلتلكش المشاكل اللي حصلت معايا، ما قلتلكش معدلات التحويل كانت عامله ازاي، ما قلتلكش حاجات كتير كانت بتجاملني في المجال. لازم احكي معاك ودردش معاك تاني. ليا كماله بفضل. لازم انا اقول لك هكمل بقى الزوبه التاني لسه بتاع الفيديو بفضل الله عز وجل. اخواتي اللي متابعيني يتابعوني يا جماعه. كميه التعليقات، كميه كلام انا اول مره في حياتي اشوفه. بص انا طاير طير كده يا جماعه صراحه ما شاء الله. اللهم ديما نعم علينا يا رب. فالحمد لله رب العالمين. يا رب نكون عند حسن ظن الناس، يا رب يجعل هذا العمل خالصا لوجهه. سامحوني يا جماعه بفضل الله عز وجل. اخواتي اللي بره مصر بفضل الله هتكسب، بفضل الله هترزق. اخواتي اللي جوه مصر بفضل الله هتكسب، بفضل الله هتكسب، وان شاء الله معدلات التحويل تبقى حلوه عندنا. لما جيت في نص السنه لقطه بس يعني سامحوني سريعا. لما جيت في نص السنه قلت له ده يا جماعه عندي بقى لها 5 6 شهور تقريبا كان جاي العجل 60 70 كيلو، 80 100 كيلو، 80 و100 110 120 كيلو. معدلات التحويل ايه رايكم فيها؟ ما شاء الله تقريبا تيجي 280 300. وقعدت اقول للناس، الناس انتقدتني وناس كتير قالت كلامك كويس، وناس كتير قالت طب هم بقالهم قد ايه وعمرهم ايه، وقالوا كلام. بفضل الله صبرت لحد السنه ما خلصت ونزلت شغل جديد. الناس قالوا فين الدوره الاولانيه؟ ما حسبتهاش ليه؟ ما قلتهاش ليه؟ طبعا ببقى مشغول يا جماعه مع الدوره لحد ما اروق وحصن واقف على الارض ثابته. انا كده كده موجود معاك مش هسيبك بفضل الله. اولا تسامحوني على الاطاله، تسامحوني لو انا بتكلم كتير، تسامحوني لو انا بزعق، تسامحوني لو انا عملت حاجه يعني تغضب الله عز وجل او تزعلكم. هذا كله لله عز وجل، والله لا ابتغي الا وجه الله عز وجل، والتواصل مع بعض هذا لله عز وجل. فاتمنى لو انت عندك اي حاجه بفضل الله عز ضفها واحنا بنكمل بعض. ما تنساش تعمل حاجه لله عز وجل، واسعى واجتهد، والارزاق ده على الله، الله عز وجل هيرضيك. واستنونا في كل جديد بفضل الله. اخوكم حسن الفار. اسعى واجتهد واشتغل، وكده كده بفضل الله الرزق جايلك. كان معدلات التحويل عندك ضعيفه دلوقتي بكره هتكبر، كان لسه الخبره بسيطه بكره تزيد. اسف ان انا طولت عليكم لان انا عطشان ونفسي اشرب ميه. تحياتي لكم اخوكم حسن الفار، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.